في السنين الأخيرة بقى في طفرة في إنتاج بعض الأفلام المصرية، ميزانية ضخمة ونجوم صف أول كتير مجتمعين مع بعض وتصوير بجودة عالمية، ولكن في المقابل الأفلام دي مش بتعيش حتى لو جابت إيرادات عالية جدا في وقتها. هل المشكلة إن إحنا بقينا بنقلد الأفلام الأكشن الأمريكي أو الأوروبي من غير ما نبص على الذوق المصري الحقيقي، ولا الفلوس الكتير اللي بتتصرف على الإنتاج زي أفلام هيئة الترفيه السعودية مش كفاية لوحدها عشان تصنع فيلم ناجح يعيش في الذاكرة؟ عشان مؤخرا بقت في أفلام بتصرف عليها 250 مليون جنيه و300 مليون جنيه، والفيلم اللي نازل قريب السيفن دوجز بتاع كريم عبد العزيز وأحمد عز يقال إن هو مصروف عليه فوق ال 2 مليار جنيه، وده رقم أنا أنا لحد دلوقتي مش مصدق الرقم ده، إن هو بيبقى تصوير خارجي وعربيات بتطير وأكشن ومشاهد قطورة ومراكب وسفن وكل الكلام ده كله، ولكن بعد الفيلم ده ما بيتشال من السينما محدش بيبقى فاكره عشان ذوق الجمهور المصري هو بيهتم بالقصة أكتر شوية. يعني هو لو لقى حاجة مش منطقية زي الأفلام الأجنبي مش هتيجي معاه سكة، هو عايز قصة أو حدوتة يعيش معاها، زائد إن الممثلين كلهم يبقى محطوطين في أدوارهم صح. وعلى فكرة الإنتاج الضخم ده ما كانش بادئ من السعودية، لأ كان بادئ من السبكي للأسف سنة 2019 لما السبكي أنتج فيلم حملة فرعون وجاب مايك تايسون ممثل ضخم كده ناسي اسمه دلوقتي، كانوا عاملين قبلها فيلم كيك بوكسر وكان معاهم فان دام، فقرر يجيب الاتنين ويعمل بيهم فيلم اكشن وكان بطولة عمرو سعد. الفيلم كان فاضي من جوه ما فيهوش اي قصة، زائد ان الممثلين المصريين اغلبهم كانوا عاملين الدور وحش، ولكن كده رغم الانتاج الضخم اللي هو اتصرف عليه مش هتلاقي حد بيحب الفيلم دلوقتي ولا بيقول لك لا حد مثلا يقول لك انا عايز اتفرج على الفيلم ده. ولكن هتبص دلوقتي الفيلم نازل بقاله 6 سنين، في ناس كتيرة ما سمعتش عن الفيلم، والناس اللي اتفرجت على الفيلم زي الفيلم وحش، يعني محدش هيرجع تاني يتفرج على الفيلم ده. وكانت برضه في بعض الافلام اللي زيه زي مثلا فيلم كازابلانكا لما استعانوا بممثل تركي، وفيلم حرب كرموز لما جابوا بويكا، فكانت التجارب المصريه اللي هو الانتاج المصري كان على القد شويه. جت بعد كده بقى افلام موسم الترفيه عملت نفس الفكر، يعني عملوا ولاد رزق 3، السبكي كان جاب ملاكم مايك تايسون، في حملة فرعون هم جابوا ملاكم تاني، ونفس برضه الاكشن مع تطوره طبعا والتصوير بقى احلى، ولكن برضه ما فيش قصه. مش هتخش انت دلوقتي او كمان 5 سنين تتفرج على فيلم ولاد رزق 2 ولا ولاد رزق 3، عكس بقى الافلام اللي اتعملت باكشن ابسط من ده بكتير زي مثلا فيلم تيتو وفيلم ابراهيم الابيض. الافلام دي بقى لها 20 سنه و15 سنه لحد دلوقتي في ناس بتقعد تحللها على اليوتيوب يقول لك القصه دي كانت مش عارف ايه والمشهد ده ايه عشان في حدوته. فهو الجمهور المصري بيحب الحدوته عن الحركات والاكشن الكتير. ممكن عشان الفئه العمريه اللي بتخش السينما اللي هي من 12 سنه ل 20 سنه بتحب الجو ده، بس لما الفيلم ينزل بقى في المنصات وعلى التلفزيون مش هتلاقي ليه جمهور قوي زي الافلام القديمه. وحصل برضه نفس المشكله دي في فيلم مشروع اكس اللي لسه نازل بتاع كريم عبد العزيز، ولكن مفيش قصه والحشو فاضي، زائد برضه انه معاهم عناصر هتوقع اي فيلم زي مثلا ياسمين صبري اللي هي مش الكيمياء بتاعتها مش جايه مع الفيلم نهائي. ولا برضه الافلام دي اللي بتبوظها تلاقي حاجات عبثيه، يعني ممكن تلاقي فيلم مصروف عليه ومش عارف ايه مسافرين مكان يطلع لهم مصطفى غريب او يطلع لهم سعفان، فانت تحس ان الناس دي إيه اللي جابها ستايل الفيلم ده ما تبقاش عارف. وانا خايف بصراحه فيلم سيفن دوجز اللي لسه نازل قريب ده يبقى نفسه مشكله مشروع اكس، يبقى صرفوا ال 2 مليار جنيه على الفاضي. زائد برضو ان في حاجه بتضايق ان الفيلم لسه ما نزلش، هتلاقي في الاعلان مثلا بتاع الاهلي اللي هو بيعمل دعايه للفيلم علي معلول بيقول لك لا ده اقوى فيلم اكشن اثاره سسبنس بتاع في التاريخ، وهو الفيلم لسه ما حدش شافه. شفت سيفن دوكس؟ لا، شو ايه سيفن دوكس ده احسن فيلم عربي اكشن في التاريخ عشان ده عادي انا حاسس ان هم منتجين الفيلم عايزين يقول لك يا عم احنا صارفين كل ده، وهتيجي انت حتى من قبل ما تشوف الفيلم هتقول الفيلم وحش، اقول لك لا احنا صارفين على الفيلم فهو اكيد الفيلم حلو. فدي تحس ان انت طب ما تسيبونا نتفرج واحنا نقول هل فعلا الفيلم اجمد فيلم اكشن والقصه بتاعته حلوه ولا لا. ودي برضو ترجعنا للذوق العام في الافلام، يعني الجمهور المصري زي ما قلنا بيحب القصه اكتر، الحدوته، يحب الممثلين اللي في الفيلم كلهم يبقوا محطوطين في ادوارهم صح، زي مثلا فيلم سيكو سيكو. لو حاولت تستظرف في الكوميديا او حاولت تافور في الاكشن خلاص كده انت الشعره اللي كانت ما بينك وما بين الجمهور ان هم يحبوا الفيلم خلاص راحت. عشان الجمهور المصري مثلا عكس الجمهور الهندي، ده الجمهور الهندي ممكن تلاقي ممثل بيطير عايز يقطع حته من القمر، او ممكن يجيب لك ممثل عربيه بتجري اما ماسكها بايده موقفها، هو ده الستايل الهندي، وهتلاقي الجمهور الهندي بيحب الحاجات دي، او في ناس مصريين بيحبوا الحاجات دي، لكن اغلب المصريين بالنسبه لهم الافلام الهنديه دي
عبط، ما تجيليش بقى تقول لي أصل في أميتاب باتشان وشاروخان ومش عارف إيه. هو بالنسبة له الفيلم ده كوميدي، حتى لو الفيلم أكشن ومش عارف إيه، هو هيتفرج الفيلم ده عشان يتريق عليهم ويضحك عليهم. أو الجمهور الأمريكي اللي بالنسبة له الجيش الأمريكي ده بيحارب أي حاجة، بيحارب بقى فضائيين، غزاة جايين مش عارف من كوكب بلوتو، فهو ده هم بيحبوا القصص دي الجمهور بتاعهم. وبرضه بتبقى في حاجات مش منطقية نهائي بس بتعدي عادي. يعني أنا قبل كده شفت فيلم ذا روك واخد طلقة في دماغه وقعد بيها طول الفيلم وفضل عايش. ممكن لو حصلت بقى هنا في فيلم إنتاج مصري أو إنتاج سعودي أو أيًا كان من الأفلام اللي فيها إنتاج ضخم دي، الناس هتطلع تسِف عليهم سنتين 3 قدّام. وهتلاقي أغلب الأفلام اللي بتتعمل دلوقتي بتتعمل كأنها مشروع استثماري مش عمل فني، إن هو ما بيحطش أي معايير غير إن هو مثلًا حد عايز يصرف كتير، يعمل دعاية كتير، فالإيرادات اللي هتيجي له بسبب ده كتيرة برضه ممكن تسِد إنتاج الفيلم وزيادة. بعد كده خلاص القصة بتاعته انتهت، وهييجي بعدها بسنتين نفس المُنتج سواء بقى مصري أو مش مصري هيعمل فيلم إنتاج ضخم، وهييجي يعدّي الفيلم اللي قبله بسبب تضخُّم الفلوس. فمثلًا لو فيلم جاب دلوقتي أو حاليًا زي ولاد رزق 250 مليون جنيه، هييجي فيلم كمان 3، 4 سنين بنفس طريقة الأكشن هيجيب 500 مليون جنيه. انتوا عارفين انتاج النوع ده من الاعمال الفنيه بيفكرني بفيلم الفرح، لما كان حد كان عايز يلم فلوس فأجر عريس وعروسه وجاب نبطشي وجاب رقصات وجاب فرقه تعزف وعزم كل الناس الاغنياء اللي في المنطقه وفي المناطق المجاوره عشان يلم النقطه. وبعد ما الفرح ما خلص ولا الناس عارفه ده فرح مين ولا الناس شافت العروسه ولا العريس بعد كده، الهدف كله كان ان هو يجيب فلوس او ان هو يلم فلوس من الناس. وبعد 10 سنين بقى ولا أنت هتفتكر الفيلم اللي جاب 250 مليون جنيه ولا اللي جاب 500 مليون جنيه. إن عشان لو حد عايز يعمل فيلم يوصل للعالمية لازم يبقى بروحه هو، زي ما إحنا ما قلنا السينما الهندية أو الأمريكية أو الكورية أي حاجة، هو بيطلّع القصة أو روح العمل منه هو شخصيًا. لكن أنت سواء بقى السُبكي أو هيئة الترفيه أو أي منتج بينتج فيلم، هو عايز يعمل حاجة يقول لك إحنا زي الأمريكان، هيجيب لك تفجيرين 3 عربيات بتطير، كل ده يقول لك لأ أصل إحنا بُص إحنا بننافسهم. لأ أنت لازم تجيب القصة من الثقافة بتاعتك أنت شخصيًا. ما أنت دلوقتي بتقلد حاجة أمريكية، الناس هتتفرج على التقليد ليه بعد كده؟ ما هو عندهم الأصل، عندهم ممثلين كلّهم لياقتهم زي الفل وبيلعبوا رياضة. هنا ما فيش غير أحمد عز تقريبًا اللي بيقدر يعمل أكشن دلوقتي. هتلاقي كريم عبد العزيز مش أوي، يعني مش هتلاقيه بيتنطط ويجري ومش عارف إيه. أحمد السقا كان زمان دلوقتي خلاص، فما بقاش في ممثلين مصريين أصلًا بيعملوا أكشن قادرين. هتلاقي برضه ناس قليلة أوي، ممكن مثلًا زي رامز أمير في فيلم حملة فرعون ده عشان افتكرته دلوقتي، كان عامل الأكشن بتاعه حلو، بقية الفنانين كلّهم كانوا عاملينه وِحِش. فأنت الأول اشتغل على العناصر إن أنت تطلّع ممثلين قادرين ينفذوا الحاجات دي، بعد كده اعملها بقى بالروح المصرية، عشان أنت وقتها تبقى بتعمل عمل أصلي مش عمل تقليد. وبس كده أكون خلّصت كل اللي عندي. وبصراحة أنا نفسي فيلم Seven Dogs ده لمّا ينزل يبقى فيلم حلو، عشان لحد دلوقتي سنة 2025 ما فيهاش غير فيلم سيكو سيكو. الأفلام بتاعة عيد الفطر وكلّها كانت وِحشة أصلًا ما جابتش أي إيرادات. فيلم سيكو سيكو دلوقتي هو اللي دخل على ال190 مليون وجايب برضه نفس الرقم ده من الإيرادات خارج مصر. والأفلام بتاعة عيد الأضحى زي ما شُفنا مشروع إكس القصة بتاعتهم خيّشت أو الحشو بتاعهم باظ. وفيلم ريستارت برضه الكوميديا بتاعة تامر حسني أنا ما ليش فيها أوي، بس لسه في على فكرة 3، 4 أفلام نازلين في الأسبوع اللي جاي ده، فيا رب يبقوا أفلام كويسة. وبس كده، سلام.